مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقاتنا في فلاش. اخبار جديده متنوعه مختلفه من كل مكان هتكون معانا النهارده في حلقتنا في فلاش، ولقاء خاص بالمخرجه ايناس الدغيدي، وكمان فلاش في لقاء خاص بالفنان عادل عمار رئيس مهرجان اوسكار ايجيبت. كل ده واكتر بعد الفاصل. الفنان عادل عمار رئيس مهرجان أوسكار إيجيبت قدم للسينما عدد من الأعمال كممثل، منها مهمة في تل أبيب، وامرأة هزت عرش مصر، واغتيال أبو الدهب، وحلق حوش. قدم كمان سمكة قوس النار عام 2017، وقدم للدراما التلفزيونية مسلسلات زي أحلام عادية وعلي يويكا والأدهم. شارك كمان الفنان عادل عمار في مسلسلات زي منتهى العشق والهاربة والصياد اللي قدمه في رمضان عام 2014. هنشوف مع بعض لقاء خاص مع الفنان عادل عمار أجرته كاميرا فلاش، واللي هيكلمنا فيه عن السينما القصيرة، وكمان عن مشاركته في التمثيل في عدد من المسلسلات، منها مسلسل الصياد ومهمة في تل أبيب. ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بص حضرتك، هي الفيلم الروائي القصير ممكن يطلع منه ممثل جامد جدا، ممكن يطلع مخرج حلو قوي، ممكن يطلع مؤلف كويس جدا، وفي تاني بيبقى لسه بيبتدي وبيحاول انه يجرب. انما الافلام الروائيه القصيره انا بقول لحضرتك لا، ده منفذ قوي جدا للشباب. اللي بيقيم الافلام ديت لجنه التحكيم. الصبر على قد ما تقدري، وبعدين في بقى في يعني اخلاقيات جديده بغيضه دخلت علينا كمصريين، واتنقلت على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا طول الوقت بيبثلك احباط. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا الشباب اقول له لا، ما تحبطش، انت خد التجربه من السوشيال ميديا، لو انت قاعد مركز معاها خد واعمل منها فيلم قصير. لو انت شايف في موقف مش عاجبك انزل اعمل بيه فيلم. الفيلم ده الميزه في الافلام الروايه القصيره ان ملهاش رقابه، الرقابه بتاعتها على المبدع نفسه اللي بيعمل الفيلم الرواية القصير. انما هو ظهر لهم برضو اعباء كتيرة جدا، ان النقابات ما بتديهمش التصاريح الا ما يدفعوا مبلغ، الرقابة ما بتديهمش انهم يصوروا الا ما يدفعوا مبلغ، فبقى في اعباء مادية جدا على الفيلم الرواية القصير، والشباب بتتحايل على الظروف عشان يعملوا الافلام بتاعتهم. انا اتظلمت كممثل بسبب المهرجانات، يعني يمكن المسلسل الوحيد اللي سرقت نفسي فيه ورحت عملت مسلسل كان اسمه الصياد، واخيرا عملت فيلم اسمه المحكمة مع محمد ياسين، وكنت عامل دور متميز قوي، كنت عامل دور ابو ليلى احمد زاهر، وكان قبليه فيلم سمكة وسنارة. لكن يعني انا كان جالي الاختيار، بس لقيت ان الاختيار عشان اروح واعمل هيبقى مفيش مهرجان السنة دي خالص. فهو انا اتظلمت كممثل بسبب المهرجانات. بس انت حضرتك لما انا طول الوقت بيجوا لي رسائل من الشباب بالافلام بتاعتهم، ومنهم بيبقوا عاوزين يتكرموا وعاوزين يتواجدوا، وبالذات بتوع الهاند ميد والاكسسوار، فده بيخليني لا، اركن الممثل شويه وخليك مع مهرجان اوسكار ايجيبت. مشاهدينا قدمنا لكم اخبار جديده مختلفه متنوعه من كل مكان، ودايما معانا في فلاش اخبار متنوعه في كل حلقه. انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله.